سعيد جدا النهارده في اختبارات القبول للمشاركه في المبادره العظيمه صنايعيه مصر. في تدفق كبير من شباب الفنانين عشان يشاركوا في المجالات المختلفه اللي بنقدمها هنا في مركز الحرف التقليديه في الفسطاط. شفت النهارده نماذج، بجد نماذج حلوه قوي قوي، الناس اللي مقدمه والاختيار صعب قوي ما بينهم. معظمهم بنسبه كبيره فيهم سيدات عندها فكره وبتشتغل وعايزه تنتج وعايزه تبيع، وكلهم بصراحه كل اللي متقدمين النهارده عايزين يبقى عندهم مشاريع. متخيله اني هلاقي شابات عندهم كم الكفاح دوت ان هم عايزين يعملوا براند وعايزين يعملوا اسم وعايزين يتعلموا حرفه جديده، وكمان عايزين يعلموها سواء لاولادهم او حد عايز يعلمه لقرايبه البنات. تخصصات كتير للحرف التقليديه، منها الحلي ومنها الخزف ومنها التطعيم بالصدف والقيمة والخيامية والدلي. فيها أنواع كتير جدا علشان نحقق بيها هدفين: هدف تشغيل للشباب، وهدف لتخريج كوادر جديدة من المحترفين للحرف التقليدية. الشغل هيبقى قوي جدا ان شاء الله معاهم، وهيطلعوا انتاج متميز وانتاج فارق، لان هم عايزين يعملوا حاجه جديده. يعني هم بصوا قبل كده على الشغل مثلا بتاع الخياميه وعايزين يطوروه وعايزين يطلعوا منه شغل جديد، وجايين وفي دماغهم افكار، وان شاء الله نقدر نساعدهم ونعمل معاهم حاجه زي كده ونطلع معاهم شغل كويس. بشكر صندوق التنمية الثقافية وبشكر وزارة الثقافة بصفة عامة على اهتمامها بهذا الشباب وعلى اهتمامها في مبادرة صنايعية مصر.